في تريكات كده بيعملها الفوتوغرافرز الكبار كده على المودلز والمشاهير والممثلين، بحيث ان الصور ما يبانش ان فيها edits، بس هي بيكون فيها بس مش باين. فتعالى اقولك بيعملوها ازاي. القاعدة رقم 1، ودي للأسف اغلبنا بيقع فيها، ان احنا لما بنعوز نشيل الحبوب او نصفي البشرة بنحط السموث ونريح دماغنا. فلتر السموث ده مش حلو خالص، وبيخلي الصورة شكلها فيك جدا، والحياة في البشرة اختفت. ابعدي عن اي اوبشن اسمه سموث في اي ابليكيشن، واستخدمي بدلها التول دي. اول حاجة انا هدخل الصورة دي على بيكس ارت، هتروحي عند تولز وتختاري كلمة كلون. كلون يعني استنساخ، وانا في الفترة دي كان طالع لي حبوب بسبب ادوية كده يعني. المهم يعني التول اللي اسمها كلون دي بتعمل كوبي وبيست لحاجة تحطها فوق حاجة. بمعنى دي مثلا حباية موجودة عندي، فتعالي هنا كده مثلا جنب الحباية في حتة نقية من البشرة ودوسي كده بالتاتش، فكده التول دي نسخت الحتة الصافية من البشرة. بعد كده تعالي فوق الحباية ودوسي كليك بالتاتش، هتلاقي ان التول دي نسخت الجزء الصافي من البشرة وحطته فوق الحباية. كل مرة تدوسي جنب الحباية وبعد كده تيجي فوق الحباية وتعملي نسخ. التول دي كمان مش للحبوب بس، يعني ممكن تستنسخي اي حاجة مش على مزاجك. يعني مثلا هنا خطوط الكونسيلر تحت عيني انا مش حابة وجودها، فهعمل برضو استنساخ ليها ان انا اداريها. مثلا الجلوس في شفايفي متلخبط، كنت شربت ساعتها كافي فتلخبط، فانا هشيل الزيادات اللي طالعه من الجلوس فوق الشفايف دي كده اهو. هنا برضو في بقعه قهوه وقعت على التيشيرت، فهشيلها برضو بالكلون دي تول بيستخدمها كل الفوتوغرافرز عشان يداروا اي حاجة غير مرغوبة في الصورة. يعني زي ما انتوا شايفين الفرق، انا حافظت على اللمعان والحياة اللي موجودة في البشرة. يعني البشرة فيها لمعة، المسام باينة شوية، يعني الصورة فيها حياة، على عكس السموث كده باين ان بيخلي الصورة بلاستيك. القاعدة رقم 2، ابعدي عن اي ابليكيشنز بتحط ميك اب بطريقة فيكتور. يعني مثلا تقعد ترسم لك الايلاينر كده بطريقة فيكتور، بيبقى باين جدا ان الميك اب ده محطوط بابليكيشن. يعني الصراحة الاب الوحيد اللي الميك اب فيه ما بيبانش اللي هو اسمه فيس اب، بس عيبه ان هو بيعمل سموث جامد قوي للبشرة، فبيبان ان ده فيس اب. بس في تريكاية ممكن تعمليها في الاب بحيث ان ما يبانش ان ده edit او ده فيس اب. اول حاجة هتدخلي الصورة عادي على فيس اب. انا مثلا بحب رموشي تبان طويلة في الصور، وميزة فيس اب ان هو بيحط رموش وما بتبانش انها فيكتور، كأنها رموش طبيعية جدا. واجي اختار مثلا الاوبشن ده بتاع كيس مثلا، بصوا زي ما انتوا شايفين الصورة فيك قوي، واللي يشوفها هيقول ان ده فيس اب، بس الرموش حلوة. فانا بعمل ايه بقى؟ انا بجيب الاوبشن بتاع الجومة اللي فوق ده، وامسح كل الميك اب اللي في الوش واسيب العين بس. هو الصراحة الاب ده بيرسم العين بطريقة تحفة جدا، وبيحط لك الرموش كأنها رموشك. فانا بمسح كل حاجة وبسيب العين، وبمسح كمان الحواجب لان هو بيعرض لي الحواجب جدا. وبرضو بمسح الايديت اللي موجودة على الشفايف لان هو بيكبر الشفايف قوي، يعني بيخليها مش طبيعي. يعني اللي يشوف الصورة هيقول ان ده فيس اب. لما بسيب العين بس بيبان شكلها طبيعي، واللي بيشوف الصورة بيقول ان دي رموش طبيعية كأنك مركباها في الحقيقة. يعني بصوا الفرق، هو الفرق مش كبير، يعني دي قاعدة كده اختياري. لو انت حاسة مثلا ان عينك شكلها تعبان في الصورة، فالرموش بتفتح العين وتصحيها. نيجي القاعدة رقم 3، كل الفوتوغرافرز حرفيا بيعلوا نسبة الشارب في الصورة عشان الملامح توضح والكواليتي بتاعت الصورة تعلى. حتى لو هم مصورين بأحدث كاميرا في العالم لازم يحطوا نسبة شارب قليلة خالص في الصورة عشان تبقى الصورة كده تبقى واضحة. هتلاقي التول بتاعت الشارب دي في اي ابليكيشن بتاع اديت صور، وهتلاقيه فور فري. تلاقيه هنا في بيكس ارت في عند الافكتس مكتوب هنا شاربن. بس اهم حاجة ما تعمليش نسبة الشاربن 100%، لان الصورة هتبقى بالمنظر ده. خلي دايما نسبة الشارب 20%، 10%. انت كده بتوضحي الصورة. القاعدة رقم 4 اعتقد، ما علينا. القاعدة رقم 4،
ابعدي عن فلاتر التبييض او اللي بتعمل سكين تون تبييض او كده، لان بتبان هي بتبان. عايزة تفتحي البشرة شوية او انت طالعة غامقة في الصورة، فتحيها من الإضاءة، تروحي عند البرايتنس او اللايت سواء في الايفون او في بيكس ارت، وفتحي بس سنة صغيرة. وممكن تختاري اوبشن وشك بس ان هو يفتح، وتسيبي بقية الصورة بألوانها الطبيعية.